بعض الناس يدخن وهو يعرف ان التدخين حرام، لو قرأ على العلبة حقة الحليب ولا اللبن منتهي الصلاحية ما شراه، ولا يقرأ على علبة السيارة التدخين يضر بصحتك، تحذير رسمي. من الذي كتب التحذير هذا؟ الشركة الصانعة. كل شركة تصنع دواء أو غذاء تكتب عليه مدة الصلاحية، تاريخ الإنتاج، تاريخ الانتهاء، إلا الدخان ما له صلاحية، خربان من يوم صنعه، وكتبوا عليه انه خربان، ومع هذا يدخن. وين عقلك انت؟ مجنون انت؟ سبحان الله. تتلف مالك وتتلف صحتك وتغضب ربك وتؤذي ملائكتك، بل تؤذي حتى زوجتك. الزوجة تتضرر من الدخان. ترى في واحد كان يدخن وزوجته ما تحب الدخان وهو يحب القبل، وكل ما قرب منها شمت الدخان شردت منه، واخيرا عرفت انه يكره البصل، فاذا قد ترقد اكلت لها نقص بصل، واذا شم البصل قال ليه بصل؟ قالت وانت ليه دخان؟ ما للخبيث الا الخبيث، بطل دخان نبطل البصل. ليش تخبث ريحك وانت طيب؟ كنت برا في الحج ارمي الجمرات، واذا بعد العشاء واذا في حاج سوداني يرمي الجمرات بيمينه والسجارة في شماله. اي والله يقول بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر، فاني امسك يده. قلت يا حاج ايش تسوي؟ قال ارمي. قلت من ترمي؟ قال ارمي الشيطان. قلت شوف الشيطان في يدك، هذا الشيطان هنا ارميه. فرماه وغلق الرمي. بعدين انا طمعت فيه سلمت عليه، قلت ان شاء الله ما تشيلها، فانه يدوسها برجله. قال والله ما اشيلها. قلت ان شاء الله ما تدخن بعدين. قال والله ما ادخن بعدين، والله هذا شيطان. سبحان الله، استجابة سريعة. قلت ترى بيجيك دوخة. قال كم؟ قلت 3 أيام. قال بس؟ قلت نعم، هذه يسمونها الفترة الانسحابية، اللي الواحد تعود شيء بعد 3 أيام ينساه، مثل الطفل الصغير شوف يرضى على أمه 2 سنين وبعدين يفطمونه 3 أيام، يحطون له مر ولا صبر ولا قطران، بعد 3 أيام تعطيه أمه ثدي، إيش يقول؟ يقول كخ، بطلنا خلاص. وانت رجال بلحيتك تمصمص الدخان ولا تقول له كخ. قلت له 3 أيام. قال بس؟ قلت نعم. قال خليني ادوخ 3 أيام، ما انا دايخ طول عمري. صدق. ورجعت انا وياه الى المخيم، وكان رجلا فاضلا يقول والله انت غسلتها من مخي، هذا دخان خبيث، هذا شيطان. وبعضهم يشتري الشيطان.